أكدت الشخصية الوطنية محمد علي من مقاطعة الشهباء أن ثورة 15 من آب جلبت حقوق الكرد وحققت النصر والحرية للشعب الكردي. ووصف محمد علي أن ثورة 15 من آب باليوم المهم والتاريخي للشعب الكردي وللعالم، وهذا اليوم يأخذ أساسه من مقاومة سجن آمت. وأكد محمد علي أن كمال بير علي وعلي تشيشك وخيرية وعاكف يلمز هؤلاء هيئوا الأرضية لثورة 15 من آب. وأوضح محمد علي أن المئات من الشباب ذهبوا إلى الجبال للانضمام إلى مقاتلي الحرية، لأنها المرة الأولى التي أسس فيها قوة كردية وطنية وهي الجريلا للتصدي للعدو ومخططاته. الرصاصة الأولى انطلقت من آرو. بصراحة هذه الرصاصة كانت قوة للكرد في وقت لم يستطع الكرد الوقوف في وجه تركيا، لم يستطيعوا أن يتحدثوا أو أن يقوموا بأي نشاط، ولم يستطع الكرد أن يبنوا جيشا أو ينطقوا باسم كردستان. إنها دولة فاشية ظالمة منذ سنين، وهي تقتل الكرد وترتكب المجازر بحقهم منذ مئات السنين. نحن الآن أصحاب مجالس وكانتونات، لدينا مسؤولين مستقلين، نحن الآن نعمل بذاتنا وندير نفسنا بأنفسنا. كل هذا من منجزات ثورة 15 من آب. لدينا كومينات ومجالس، ولدينا الآلاف من المراكز. عندما خرجنا من عفرين لم يمر 20 يوما حتى تشكلت لدينا في الشهباء الكومينات، وقدموا المساعدات، وتشكلت لجنة الصلح، وتشكلت لجنة الكهرباء، ومددوا الكهرباء لنا، وتشكلت لجنة الصحة. لقد شكلوا أيضا الآلاف من اللجان ضمن كومين واحد. في كل قرية يوجد ما يقارب 8 أو 9 كومينات. كل هذا من نتاج ماذا؟ من نتاج منجزات ثورة 15 من آب.